هذه الشيلة كتب كلماتها شاعر الود عبد الله نهاري مسعود، يهديها إلى أخيه الذي تم اختطافه وإيداعه في السجن بدون أي ذنب اقترفه، وهو يطالب المشايخ للوقوف معه من أجل إنقاذ أخيه وكل المعتقلين. يومين مرت علي كنها هوى، ما زوار النوم فيها رمش من عيني، الآه زادي وشربي الدمع كل أسمى، من فرقتك يا علي زاد الألم فيني، والجسم قد صار هيكل كله بوهضة، والله ما لي طب يشفيني، لو يحضروني يا طب الهند واهل الشام، ما بس شوفه داخل غالي تداويني، وتاج راسي ودرعي بل هو الصمام، للمنطقة كلها أب المساكين، لو أشعل الزير أطول حرب ما يلام، وأنا بعد خوي ما بش صلح يرضيني، حتى يلاقي جزاه الكاذب النمام، ولا علي بالسلامة يرجع الحيني، هو يزرع الحب وانتو تزرعوا الأنغام، لو يرسم الصبح وانتو تشوقونيني، والخطف إذا لم يقر حرف وهو إسلام، لا والله إلا يزيد البل في الطين، يا ليتهم نفذوا في الحكم عدم، ولا لبث ثانية في السجن ينكيني، لكن ما خاب ظني في أبو صدام، وشيخ معروف بالشدة وباللين، الأول الوسط المظلوم ما ينضام، شديد فينا ومن بالمساكين، يا شيخ عبد الله كل الصحف والأقلام تنفذ، ولكن قدرك ما نفذ فيني، لكن حان الشعر هيبة أيها المقدام، ويذهب كالمدح هذا الفخر يكفيني، هذا وحيدر محمد سيفك الصمصام، ما يحسب الموت إلا خوف أو تيني، والشيخ بن سوده قد حاز على وسام، فالمرجله والشهم صقر شهيري، لو قال لها الآن دوري يا مدينة سام، بتدور صنعاء وحجه بالشام أخيني، ويحل أصعب قضية لن تطول أيام، لو أنها كالجبال الشامخة تليني، بحط جاهي عليكم يا شيوخ كرام، أن تنقذوا خوي بالكل المساجين، أبو محمد ثاني لم يرتكب إجرام، لا تعيش قاطع ومرتد عن ديني، وكليب لم يقتله مرة ولا همام، الخصم جساس للمهي ثاروا فيني، واختم